بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم عن تربية الفراخ الساسو عشان اتطلبت مني يعني. واحدة حبيبتي قالت لي اتكلمي بالتفصيل عن الفراخ الساسو، ففيديو النهارده ان شاء الله بالتفصيل كده هنتكلم عن الفراخ الساسو. دي قناتي، لأول مرة بتشوفوا القناة عندي أتمنى أن طبعا نشترك، وأتمنى كمان تفعلوا باللايك علشان إن شاء الله أول ما أنزل فيديو يبدأ يوصل لحضراتكم إن إحنا نزلنا فيديو. فانزلي يا قلب أختك حطي لي اللايك كده وشجعوني. وهنا كده انا كنت بقول لكم ينفع تربيه البط في البطاريه، حلوه جدا جدا ونظافه، بس برضو لمده معينه كده ولازم تنزليه على الارض فترة في البطارية. وحتى كان بيشرب من النبل، وكان بطلع له الأكل من بره، فكانت نظافة حلوة جدا. بس مبدئيا يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين، انا لما بحب اربي الفراخ الساسو بجيبها مع الابيض، يعني بجيب ابيض وبجيب ساسو. ما كنتش بعزل الابيض عن الساسو الصراحه، وكانت دورته بتبقى زي الفل معايا. زي ما بوريكم برضو، لازم تفرزي الكتكوت، لازم تشوفي الكتكوت ايه. ده كده مرحله من المراحل بتاعه الساسو مع الابيض. بعد ما كبروا كده زي ما انتوا شايفين، انا هوريكم مراحل كده من ايه، من عمر الفراخ الساسو. بس لو انتي اول مره بتشوفي القناه عندي، هفرح قوي لو اتضميتي وكمان هفرح قوي لو حطيتي لي اللايك وشجعتوني. شايفين ما شاء الله البط كبر ازاي؟ وريتهولكوا كده. ده برضو هو في مرحلة من مراحل ان هو كان في البطارية وكبر كده زي ما انتوا شفتوا كده. طيب الفراخ الساسو في منها نوعين، في نوع جيل اول وفي نوع جيل تاني. الفرخ الساسو بيستهلك معاكي علف 4 كيلو ونص لنهاية الدورة. طبعا لو انت هتشتري فراخ ساسو، تتأكدي ان هي فرزة اولى او جيل اول. ليه بقى بقولك الكلام ده؟ طبعا الجيل الاول هيشيل معاكي وزن حلو جدا، هتبدأي تذبحي بدري بدري. دورة الفراخ الساسو معاكي 60 يوم. وفي ناس بتبدأ تذبح من ال50 يوم، وفي ناس 60 يوم، وفي ناس بتزود كمان عن ال60 يوم، مفيش مشكلة خالص. الفرخ الساسو انا من ساعة ما بجيبه بأكل علف الأول اللي هو العلف البادي تركيز 23%. لمدة قد إيه؟ المفروض لحد 25 يوم بتبدأي تأكلي علف بادي. بس الصراحة من تجربتي في الساسو، أنا لما كنت بغير للأبيض العلف، كنت كمان بغير للساسو العلف. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، من بعد ما كبر الفرخ الساسو معايا، هو الصراحة الحمد لله اللي انا كنت بجيبه في الفراخ الساسو كانت بتبقى فرزة اولى، وكان يومها كان بيبقى 3 4 ايام كمان. كان الفرخ بيفور معايا كده، يعني الحمد لله ما كانش بيقابلني فيه اي مشكلة خالص. طيب زي ما قلت لك كده، هاتي الجيل الاول، هياكل معاكي اقل وهيكبر يعني ايه، وهيزيد معاكي في الوزن طبعا بكتير. فطبعا ما شاء الله الجيل الاول ده بيكبر معاكي بسرعه. برضو تغيير العلف انا بغير لما باجي اغير للفراخ البيضة على 20 يوم. طيب انتي حابه تغيري على 25 يوم، مفيش مشكله خالص. بعد كده ببدا اكل ايه؟ بعد ال25 يوم ببدا اكل الدرجه التانية اللي هو النامي. باكل لحد ايه؟ ممكن تاكلي لحد 50 يوم علف. وبعد كده بقى تبداي ان انتي تعملي لهم تقليبه، وان شاء الله هوريكم برضو التقليب اللي انا عملتها لهم. طيب ممكن كمان تيجي من بعد الشهر تبداي تضيفي اللي هو فول الصويا ليهم على العلف. كيلو الفول الصويا على 8 كيلو علف، وتقومي مقلباه كده، وتقومي حطاه ياكل منه، هيسمن معاكي الفرخ الساسو وهيملى لحم. وطبعا في الوقت ده ممكن كمان تبدأي ان انتي تحطي معاه شوية عيش متكسر، يعني ممكن كمان تغيري على 35 يوم وتبدأي تعملي لهم تقليبة. وده طبعا اللي ناس كتيرة بدأت تعملها ومفيش مشاكل، وبرضه الفرخ بيكون معاكي زي الفل. في ناس بتسألني الفرخ الساسو عندي خفيف خفيف كده، باجي امسكه او اوزنه بيبقى خفيف. فيديو تاني ان شاء الله بالوزن بقى، يعني عندي فيديوهات تانية بالوزن هبقى اجمعها لكم برضو، واعملها لكم ان شاء الله في فيديو كده علشان برضو اللي حابب يستفيد. لو انت مسكت الفرخ الساسو ولقيتيه خفيف معاكي، اعرفي ان في مشكلة، اللي هي ايه؟ ممكن يكون في ديدان عندهم. فابدأي على طول اعملي الشيح، خلطة الشيح هتفوق معاكي الدنيا على طول. طيب الشيح بيتعمل ازاي؟ الشيح مع الزعتر ومع قشور قشر الرمان، 3 حاجات اهو. تبدأي تجيبي رتل مية تغليه على النار. أول ما المية تغلي اطفي عليها، حطي معلقة زعتر مع معلقة شيح كبيرة مع معلقة قشر رمان، وابدأي غطي على الكلام ده. لما يبرد خالص ابدأي خدي
خدي منه كده وابدأي ضيفي لهم كده يبدأوا يشربوا منه. تمام. طيب الوضع عندك مش تمام قوي في الوقت ده، ممكن نجيب جرعة للديدان، وبرضه على حسب يعني ممكن يكون في اسهالات، فدايما دايما لازم تكوني متابعة لون الحمام عند اي طيرة عندك. زي ما انتوا شايفين دي بقى مرحلة تانية من ايه برضو من عمر الفراخ الساسو عندي. ما شاء الله كانت كبيرة في الوقت ده. أنا بقى كنت خلاص دبحت الأبيض طبعا، واتبقى عندي الساسو. فالساسو ده عزلته كده لوحده، ما كنتش بشغل نور ولا حاجة. يعني أنا ما كنتش بشغل له نور ولا أي حاجة. لما باجي أذبح الأبيض كنت بقى خلاص، يعني من بعد ال40 يوم كنت بطفي عليه النور، وكان بيتعامل عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده. إنما أنا كده كده ما كنتش بشغل ليهم لمبة. زي ما انتوا شايفين ما كنتش بجيب علاج خالص خالص. كنت باستخدم ايه؟ كنت عامله لهم في الوقت ده كده شاي تقيل بالقرنفل. القرنفل حلو جدا جدا معاكي للطيور، لو في طشمه، لو في برد، لو في اي مشكله، فاتح شهيه معاكي قوي. حلو جدا جدا بيظبط معاكي الدنيا. دايما بقولك الفرخ لما بيبدأ يكبر كده ما تحطيش اي علاج خالص الا للضروره، بس للضروره. طيب ايه بقى اللي انا بدأت احطه للفراخ الساسو كده عشان تسمن معايا؟ زي ما قلت لكم كده من بعد ال 35 يوم بدأت اضيف فول الصويا ليهم. كمان بقى لما خلاص جيت على ال50 يوم بدأت اعمل لهم تقليبة اكل. وديت اساسية معايا ليه بقى؟ علشان انا حابة اغير من طعم الفرخ ومن شكل الفرخ معايا. فهبدأ كده، هنبدأ بقى كده هنعمل ايه التقليبة ليهم دلوقتي، وهتشوفوا ان شاء الله التقليبة دي هتكون عبارة عن ايه. طبعا ما بستهلكش علف كتير ولا كلام من ده كله، عشان خاطر ان انا عايزه الفرخ يقلب معايا يبقى طعمه كده شبه البلدي. والصراحه الفرخ الساسو برضو بيتميز بطعمه يعني طعم اللحم الجميل. طعمه بيبقى حلو جدا ومميز في الاكل. بيبقى شبيه للفرخ البلدي. للناس اللي عايزه تاكل يعني لحمه كده زي الفرخه البلدي، الساسو شبيه ان شاء الله في الطعم في الفرخه البلدي. فحلو جدا وبيشيل معاكي وزن. وما شاء الله عليه بيفور بسرعة، يعني ما بياخدش معاكي وقت، ما بتحسيش بيه خالص. تعالوا كده بقى هنخش ان شاء الله في الخلطة، وهقول لكم انا كنت باكلهم ايه بالظبط. بصوا يا حبايبي، كنت باكل دشيشة كده زي ما انتوا شايفين، وعيش كده اهوت معايا الدشيشة ومعايا العيش، ومعايا اهوت اللي هو العلف بتاعنا. 3 مكونات دلوقتي. وبدأت كمان اضيف فول صويا زي ما انتوا شايفين شوية كده. وبدأت كمان هضيف دلوقتي حتة فول. دي تقليبة كده اهوت زي ما انتوا شايفين كده. التقليبة دي حلوة جدا 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 بقى لما تيجي تعمليها لهم. وكنت حاطة خميرة بيطرية على الأكل ده. وكمان كنت ضايفة شوية أعشاب. يعني حطي كزبرة، حطي كمون، حطي كركم، حطي حبة البركة. الأعشاب اللي انت عايزة تحطيها. دي كده التقليبة بتاعتي بركنها بقى في شكارة. وببدأ أحطها للفرخ الساسو. زي ما بقولك كده من بعد ال50 يوم. او من بعد ال35 يوم على حسب الظروف. بس عايزه اقول لكم على حاجه، لامانه ربنا انا زمان كنت بعمل التقليبه دي. دلوقتي بقى مع غلو العلف والدشيشه والاسعار الرهيبه اللي احنا بنسمعها، هو كفايه قوي شويه العلف مع شويه حته فول مع شويه العيش. وابداي قلبي الكلام ده، وابداي حطي للفراخ عندك هتزيد وهتبقى زي الفل. مع اعشاب بقى، مع شويه شاي كده، عملتي شويه شاي حطي. فلازم كده ان احنا نكون مظبطين كل حاجة. حبيت كده بقى ان انا اوريكم برضو في الذبح كده. انا الصراحة ما سبتهمش 60 يوم ولا حاجة يعني. انا كده كنت بذبح على 50 يوم. وما شاء الله حبيت كده اوريكم برضو على السريع كده الذبح والتنظيف كده. وان الفرخ معايا كان زي العسل، ولونه كده اصفر وكان جميل. فالصراحة انا بشجعك لو انتي بتحبي الفراخ الساسو هاتي كده وربيها مع الابيض، وما تعزلهمش عن بعض. زي ما انتوا شايفين كده حجمهم ما شاء الله. كان تقريبا عمري 50 يوم أو حاجة زي كده. وكانت الفرخة ما شاء الله عليها زي العسل. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبك واستفدتي مني حتى لو بحاجة بسيطة. خلصت الكلام في فيديو النهاردة. الساسو تربيته حلوة جدا ولحمه مميز وحلو قوي قوي معاكي. انصحك تجربي برضو الفراخ الساسو، مش هتندمي. في الله استنوني ان شاء الله في حلقات جاية كتير، هجمع لكم حلقات تانية. ولو عجبكم بقى الفيديو حطولي اللايك وشجعوني. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم.